هنعمل مع بعض النهاردة بطة بالبرتقال بس الطعم حكاية لازم تجربوها. اول حاجة هنجيب اي خضار عندك تمام، بس يفضل بقى ان يكون متزود عليه شوية خضرة، شبت بقدونس كزبرة اي نوع تفضليه. هبدأ ان انا جبت فلفل الوان وجبت جزرة وجبت بصلاية وجبت الخضرة وبدأت إني أفرمهم في الكبة كده، وبعد كده هافرمهم طبعًا على مرتين عشان الكبة صغيرة، هاخلّي البصل لوحده والخضار كله التاني لوحده. هابدأ بقى إن أنا بعد ما فرمتهم هابدأ أقلبهم على بعض وأجيب 3، 4 طماطمات أحطهم في الخلاط وأقلب الخضار بتاعي كويس وأحط شوية منه على الطماطم وحوالي ربع كوباية مَيّة إن هُم يتلفّوا بس كده. كده يبقى أنا عملت تتبيلة اللي هاتبل بيها الفراخ. هابدأ إن أنا أنزلها بقى من الخلاط، أحط عليها بشر 3 معالق كبار كده من البرتقان، ورق لورا، حبهان، ملح، فلفل، كمون، أي نوع بهارات عندك، معلقة عسل كبيرة، فص توم لو انتِ مكنتيش فارمة توم، ونص كوباية عصير برتقان. عصير البرتقان تقدري تصفيه تعمليه في العصارة على طول كده، أو لو عايزة تعمليه عصير ما فيش مشكلة خالص بس من غير سكر طبعًا وتصفيه وتاخدي مَيّته. هابدأ كده أنا جهزت أحلى طبعًا تتبيلة للبط اللي هي تتبيلة البط اللي بالبرتقان. هابدأ بقى إن أنا أجيب باقي كمية الخضار اللي أنا فرمتها أحط عليها شوية من التتبيلة ديّة إن هُم برضه يتلفّوا كده مع بعض ويشربوا كده من بعض، وهابدأ إن أنا أضيف برضه حوالي ربع معلقة ملح علشان أضبط ملحها لإن هتبقى دي الحشوة الداخلية، إنما التتبيلة دي هتبقى التتبيلة الخارجية. هابدأ بقى إن أنا أتبِّل البطة كويس جدًا بالتتبيلة ديّة، ويُفضّل لو أنتِ عايزة تسيبيها مش مستعجلة على البطة يعني، إنِّك تسيبيها حوالي ساعتين أو 3 في التتبيلة، وبعد كده تبدئي تشتغلي. بس أنا اشتغلت على طول. هابدأ بقى إن أنا بعد ما أتبِّلها التتبيلة الحلوة ديّة كويس، هابدأ إن أنا أحشيها بقى من جوّه، هاحطها في صينية كده هانزّل عليها باقي التتبيلة كويس، وهابدأ إن أنا أفتّحها كده من الجوانب علشان أبدأ إن أنا أدخّل التتبيلة في اللحم ذات نفسه، وإن التتبيلة لحم البطة يشرب من التتبيلة كويس، فلو سِبتيها أكتر من ساعتين هتبقى حلوة أوي، أوي، أوي أكتر كمان. هابدأ إن أنا أدخّل بقى الحشوة من جوّه كده، وهابدأ إن أنا أغرّقها بقى من الحشوة، وأجيب كيس حراري وأبدأ إن أنا أحط نُص كمية الحشوة ديّة في الكيس من تحت وأحط عليه البطة وأحط باقي الحشوة طبعًا على البطة كده بعد ما تدخل الكيس، وأجيب 3، 4 شرايح كده برتقان وأحطها كمان فيها وأقفلها كويس ويكون الفرن بقى سخن طبعًا. حطيتها على أعلى درجة حرارة وهاسيبها لمدة ساعتين، لو هي أكبر هتغيب أكتر من كده، بس أنا بطتي كانت وسط شوية فقعدت ساعتين بالضبط في الفرن. لو أكبر هتقعد أكتر طبعًا، يعني على حسب ما تستوي. تمام، وده بقى خرّمتها شوية كده علشان خاطر ما تتنفخش والكيس ينفجر. هادخّلها الفرن وأعمل بقى أحلى صوص للبطة. الصوص ده عبارة عن كوباية عصير برتقان، ليمونة، معلقة عسل أبيض، معلقتين كبار صويا صوص، والبهارات اللي متوفرة عندك. فأنا طبعًا عاملة معاكم بهارات قبل كده باستخدمها على فكرة في كل أكلاتي. فيها الفلفل والكمون وفيها البابريكا وفيها الكاري وفيها توم باودر، بصل باودر، فيها كل حاجة. وهابدأ إن أنا أجيب معلقة نشا أخففها بس بمعلقتين مَيّة، وأول ما يدوبوا كده أروح حاطاها على الصوص وألفّها كده لفتين لحد أما تتقل بالشكل ده وأطفي بس عليها وكده تبقى أجمل صوص للبطة بتاعتنا النهاردة، اللي إحنا هندهن بيه البطة من برّه كده. كده خلاص هي استوت بعد ساعتين بالضبط. وهابدأ بقى إن أنا أحطها في الصينية كده، أطلّعها من الكيس وأحطها في الصينية وأدهنها بالصوص الجميل ده وأدخّلها تاخد وِش بس كده في الميكروويف أو في الفرن، وده كان الشكل النهائي بتاعها. ما أقولكوش بقى على الطعم. تعالوا بقى ندوق الصوص ده لوحده كده، التتبيلة اللي طلعت منها بتغمسي بيها على فكرة تحفة، تحفة، تحفة. يعني تقدري بقى أنا كنت عاملاها مع رز مدسوس، عايزة تعملي رز بالخلطة بالكبد والقوانص ما فيش أي مشكلة، بس أنا طبعًا لأجل الظروف اللي إحنا فيها باخد الكبد والقوانص باعمل بيها وصفات تانية حلوة جدًا، وعلى فكرة باعمل بيها بديل اللحمة المفروم بتبقى حلوة أوي.
ده طعم البطة طبعًا يعني أنا عايزاكم بس تحسّوا بالطعم كده معايا بجد طعمها رهيب، والتتبيلة ديّة بناكلها طبعًا مع الرز كده كغموس بتبقى حلوة أوي، والصوص بتاعها بقى ما أقولكيش يعني حتة اللحمة كده تطلّعيها تغمسي بيها بالصوص بيدّيكِ طعم رهيب. بفيديو النهارده يكون عجبكم وأنا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو وبألف هنا وشفا.